نصيحة مهمة ليكي اوعي تفوتيها. لما تيجي تجيبي اي خضار او فاكهة، اوعي تروحي تغسليه تحت مية جارية وتستكفي بكده وفقط، وتقدميه للاكل سواء ليكي في البيت او حتى لاي ضيوف جايلك. الحركة دي غلط جدا جدا جدا. تعالى اقولك الطريقة الصح اللي تغسلي بيها فاكهتك وخضارك، هتطلع منه اي بكتيريا او جراثيم او اي حاجة موجودة على سطح الخضار او الفاكهة، وهتاكلي حاجتك بنظافة. وعايزة اقولك ان الخطوة دي بتطول في عمر الخضار والفاكهة بتوعك، وهو انك تحطي تحت مية جارية وترشي شوية من الملح، ملح الطعام العادي خالص، وفركي الفاكهة بتاعتك او الخضار بتاعتك بالشكل ده. وبعد كده احتفظي بيه في التلاجة، او حتى قدميه على الاكل، او حتى سيبيه على المطبخ اللي رايح واللي جاي ياخد منه. الحركة دي بتخلصك من ان الخضار والفاكهة بتوعك يبوظوا بسرعة، وكمان من اي حاجة موجودة على سطح الخضار والفاكهة هتموت في لحظتها. ساعات بتصادفي حشرات، ساعات بتصادفي تراب، ساعات بتصادفي حاجات كتيرة انتي متعرفيش مين مسك الحاجة دي قبل منك وفعص فيها ومسك فيها وايده كانت عاملة ازاي، وكل الحاجات اللي احنا بنفكر فيها والكلام ده كله عشان تتجنبيه. وهو اسهل حل واسلم حل. وكمان لو شوية خل عندك هيموتوا فعلا اي حاجة موجودة على سطح الخضار او الفاكهة. هتلاقي فاكهتك وخضارك نضيف جدا، مفهوش اي حاجة بايظة، مفهوش اي حاجة تخافي منها. تاكليه وانتي مطمنة ليكي ولاطفالك ولاولادك في البيت. وزي ما انت شايفة كده اللي نزل مية متعكرة مش صافية، فلازم تعملي الخطوات دي. وضروري جدا قبل ما تحتفظي بخضارك وفاكهتك في التلاجة، الخطوة دي ضرورية ومهمة. وزي ما قلتلك سواء هتستخدمي الملح او حتى الخل على شوية المية، وبعد كده رصي حاجتك ورتبيها ونظميها زي ما انتي حابة، بره التلاجة جوه التلاجة. بس انصحك نصيحة تانية، لو خضار او فاكهة وحابة تحطيه في التلاجة يعيش معاكي، بعد ما تغسليه حطيه في كيس او في اي حاجة تكون مقفولة. ده كده هيحافظ على ميته وهيحافظ عليه من ان هو ينشف او يبوظ معاكي بسرعة او اي حاجة تحصل. وكمان ضروري ما يكونش عليه مية، سيبيه ينشف ويجف تماما وبعد كده شيليه في التلاجة. دي الخطوات اللي تعمليها لو جايبة خضار وفاكهة بكمية كبيرة وحابة تحتفظي في التلاجة يفضل لآخر واحدة تكون فريش. الخضرة بتاعتك لو حابة تحتفظي بيها وتعيش معاكي العمر كله، تقعد معاكي في التلاجة أطول فترة ممكنة، حطيها في علبة تكون محكمة الغلق، وحطي معاها منديل مطبخ من تحت ومن فوق، وهتحتفظي بالخضرة بتاعتك لحد آخر ورقة هتفضل خضرة زي ما انتي مشترية من بتاع الخضار.